دي احلى واسهل طريقه لكيكه قدره قادر، من احلى الكيكات اللي انتوا ممكن تعملوها وتجربوها خصوصا في الصيف، عشان كيكه بارده وخفيفه ومنعشه وطعمها بيطلع تحفه. كمان هنعملها بابسط واسهل طريقه. اول حاجه هنجيب القالب اللي احنا هنستخدمه وهندهنه بدهنه بسيطه من الزيت، وبعد كده هنجيب اكياس الكراميل اللي بتكون موجوده في علبه الكريم كراميل، وهنبدا ان احنا نضيفها بالشكل ده ونسيبها على جنب. بعد كده هجهز الكريم كراميل، هضيف 3 كوبايات كبار من اللبن، وهضيف عليهم كيسين من الكريم كراميل الجاهز، واختياري هضيف معلقه كبيره من اللبن البودر لو متوفره عندنا. هقلبهم في الاول على البارد لحد لما يدوبوا، بعد كده هضيفهم على نار متوسطه وهقلب باستمرار لحد لما يغلي ويبقى بالشكل ده. هضيفه فوق طبقه الكراميل، هسيبه على جنب يبرد شويه، وبعد كده هجهز الكيكه. في الخلاط هضيف بيضتين وعليهم معلقه صغيره من الفانيليا، نص كوبايه من السكر الابيض، نص كوبايه من الزيت، نص كوبايه من اللبن. هضيف عليهم معلقه كبيره من الخل وهضربهم في الخلاط مع بعض على اعلى سرعه لمده 5 دقايق، وبعد كده هضيف كوبايه وربع من الدقيق وهنخلهم، وهضيف عليهم معلقتين كبار من الكاكاو وهنخلهم برضو مع بعض بالشكل ده. هضيف عليهم معلقه كبيره من البيكنج باودر ورشه بسيطه من الملح، وهقلب المكونات الجافه مع بعض كويس جدا، وبعد كده تدريجي هضيف عليها الخليط اللي ضربته في الخلاط. هقلبهم مع بعض كويس جدا، وكده خلاص خليط الكيك بقى جاهز معايا. هجيب الكريم كراميل بعد ما يكون برد وتماسك شويه، وكمان الوش بقى متماسك بالشكل ده، وهضيف عليه خليط الكيك، وبعد كده هاخد القالب وهضيفه في صينيه اكبر منه شويه. هضيف في الصينيه الاكبر دي ميه مغليه لحد ما توصل لنص القالب، وهضيف عليها معلقه كبيره من الخل، وهدخلهم فرن سخن على درجه حراره 180 في الرف اللي في النص. بتاخد حوالي في الفرن من 40 ل 45 دقيقه، واول لما اتاكد خلاص ان الكيكه استوت بطلعها من الفرن واغطيها واسيبها تبرد خالص. وبعد لما اتاكد خلاص ان هي بردت تماما بغطيها وبدخلها التلاجة ليله كامله. بطلعها من التلاجة وبضيفها في ميه دافيه بس لمده 10 ثواني، وبعد كده بتتقلب معايا بكل سهوله، وطعمها بيبقى خطير وشكلها تحفه. ودي بجد من احلى كيكات اللي انتوا ممكن تعملوها في الصيف، خفيفه وبارده ومنعشه وطعمها خطير. لازم تجربوا الطريقه دي، متاكده ان هي هتعجبكم، وبالف هنا.